وسط أجواء أوروبية النادي الأهلي يحرز لقب السوبر المصري رقم 13 في تاريخه. النادي الأهلي بيثبت إن هو كبير مصر، النادي الأهلي بيثبت هو كبير أفريقيا، النادي الأهلي قدام زمالك، قدام بيراميدز، قدام التخين كان هياخد لقب السوبر المصري. سيدي الفاضل، أنت في حضرة النادي الأهلي، قلناها كتير، النادي الأهلي هو بابا الشغلانة. لقطات كتير في المباراة لازم نتكلم عليها، اهمها جماهير النادي الاهلي اللي ملت استاد محمد بن زايد. المفروض واللي كنت اعرفه ان جماهير الزمالك اشترت تذاكر وما راحتش المباراه. شفنا في الملعب جماهير النادي الاهلي مغطيه كل المدرجات. يا ترى جماهير النادي الاهلي ملت مدرجات ملعب محمد بن زايد ازاي؟ مش عارف الصراحه، ولكن دي طبيعه النادي الاهلي وطبيعه جماهيره. محمد الشناوي رجل المباراة بدون منازع، لولا وجود محمد الشناوي كانت المباراة خلصت لصالح نادي بيراميدز في الوقت الأصلي. سيدي الفاضل، مفيش فريق بطل من غير حارس بطل، وانت ما عندكش أي بطل، انت عندك محمد الشناوي أعظم حارس مرمى في أفريقيا. وبرشا برشا يا مدلل ابن تونس الخضراء اللي تكرم تونس لاجل عيونه. علي معلول صاحب هدف الفوز، صاحب هدف فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري رقم 13 في تاريخه. كما انت عظيم يا معلول. علي معلول يوم عن يوم بيثبت ان هو افضل محترف دخل جوه النادي الاهلي. علي معلول مش محتاج كلام مننا، علي معلول مفيش كلام هيوصفه. وهروب رمضان صبحي من الممر الشرفي وعدم استلامه ميدالية المركز التاني. بص، انا مش هقول لك حاجه يا رمضان غير ربنا يكون في عونك، ولكن انت اللي عملت كده في نفسك. لك ان تتخيل ان انت كنت فضلت في النادي الاهلي، شوف كنت هتوصل لفين. انت اللي عملت كده في نفسك. ولقطه هي الافضل، لقطه هي الاعظم، بتثبت لك مدى احترام النادي الاهلي، مدى احترام اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي رغم وجود اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في المدرجات. ولكن اتفرج كده معايا، بص مين اللي بيتوسط اللعيبه والجهاز الفني وقت استلام كاس السوبر المصري. ده مهند مجدي. مهند مجدي رئيس بعثه النادي الاهلي، رغم وجود اعضاء مجلس اداره كتير جدا في المدرجات، ولكن مفيش حد فكر ينزل ياخد اللقطه، مفيش حد فكر يظهر في اللقطه، لان الراجل ده هو رئيس البعثه، لان الراجل ده هو اللي يستحق ان هو يكون موجود. سيدي الفاضل، انت في حضره النادي الاهلي، الف مليون مبروك للنادي الاهلي السوبر رقم 13 في تاريخه.